النهارده بقى هرجع اعيد موقع يوجوف من اول وجديد. تاني هرجع اقول الشرح ده هيبقى للناس اللي عامله نفسها ياما هنا وياما هناك وهي مش فاهمه اي حاجه. ابدا بس بالناس اللي لسه ما بتعرفش تسجل في الموقع. اول حاجه هتاخد الرابط دوت اسيبه لك في الديسكريبشن تحت الفيديو، تحط الرابط وتدوس انتر عادي خالص يعني. معلش بس النت تقيل عندي شويه لاني في اخر الباقه والباقه هتخلص. المهم بنستنى شويه لحد ما الموقع يفتح. تكتب هنا البريد وهنا الباسورد وتتك انضم مستخدما الايميل. تيجي عند البريد بيجي لك رساله بتدوس عليها بتاكد الايميل عادي خالص ولا في اي صعوبه. بعد كده بقى بتيجي الاستطلاعات. استطلاعات عاديه، اسئله عامه، انت سافرت فين، عندك كام عيل كده يعني زي ما انتم فاهمين، عندك عربيه، عندك اولاد، ايه مرتبك. نبدا بقى بالاستراتيجيات. اول استراتيجيه ان انت بتاخد الرابط ده وبتشيره في جروبات كتير، اصدقاء تسجل. ان انت ضامن ان صديق يسجل لازم يكمل 5 استطلاعات عشان يجيلك ال 200 نقطه. اول حاجه انت لما تبقى معاملتك حلوه مع الناس هتسجل عن طريقك. تاني حاجه انت مش غلطتي ان انت بتبتدي بدايه غلط، فعشان انت تبقى بادئ بدايه صح اعمل اللي انا هقول لك عليه. لو انت معاك 100 نقطه او 150 نقطه الغي الايميل وابتدي من الاول. اما يقول لك مرتبك قد ايه قول له مرتبي ازيد من 35000 دولار، لان بالنسبه اما يجي يبعت لك ال 50 دولار مش هيبقوا في مرتبك حاجه يعني حاجه يعني مش مبلغ. اما انا لما يبقى مرتبك 1000 جنيه مصري تقريبا 50 دولار قد ال 1000 جنيه مصري، فبالتالي هيذلك عما يديهم لك. انت لما يجي لك اي منتجات ويقول لك ايه رايك في المنتج قول له المنتج ده جميل، المنتج ده حلو. هتشتري عربيه قول له العربيه ده حلو. يقول لك ايه رايك في شركه بيبسي، ايه رايك في شركه كوكاكولا. هيجيب لك حاجات كتير، يقول لك انت اكلت بيتزا. بص اي حاجه هيجيبها لك اختار افخم حاجه واحسن حاجه واعلى حاجه. دي اللي انا اقدر افيدكم بيه. وبعدين بقى الناس اللي بتقول مفيش استطلاعات، اتفضل يا عم ادي الاستطلاعات اللي مش عاجباك. عد ادي الاستطلاعات. ذنب ايه بقى ان انت بتبتدي بدايه غلط؟ انا مالي، انا قلت لك اهو لو عندك 100 نقطه 150 نقطه 200 نقطه وما بيجيلكش استطلاعات الغي الايميل. وبتلغي الايميل من هنا الغي الايميل واعمل اكونت جديد، ويا ريت تسجل عن طريق يعني لتعبي ومجهودي معاكم. ده اللي انا اقدر اقوله لكم. الناس بقى اللي مفكره ان الناس هتقول لك الموقع كذاب ومش كذاب، الموقع صادق وده احسن موقع تشتغل عليه لان الموقع بيسلمك فلوسك في ايدك. غير بقى مواقع تانية بتقول لك هحول لك على الباي بال وبعدين هحول لك على بطاقه فيزا وبنك وحوارات تانية. كل ده فيست الكلام في الفاضي. ممكن يعني مش هقول لك ما ينفعش، ممكن ناس تستلم بس بعد طلوع الروح. هو اضمن حاجه الادسنس بيديك على الويسترن يونيون ويوجوف بيديك على الويسترن يونيون. الويسترن يونيون ده عباره عن بنك تحويل اموال في جميع فروع مصر وفي جميع دول انحاء العالم، يعني ما تدورش بس انت جمع ال 5000 نقطه وساعتها تفرض. انا قلت لكم كده كل اللي عندي. لما يجي لك استطلاع شكر في المنتج، هيقول لك مرتبك قد ايه اختار اعلى مرتب. هيجي لك اي حاجه اختار فيها اعلى حاجه، بالتالي هتبقى عميل مهم بالنسبه لهم. هيجي لك اعلى نقط واعلى حاجه انت عايزها، فبالتالي مش هتبقى عميل حلو بالنسبه لهم ويهتموا بيك. غير كده بقى الناس اللي تفضل تقول كذب ومش كذب واستطلاعات ما بتجيش، انا مش ذنبي ان انت بتبتدي ده غلط. وتاني مره اشرح لكم الموقع، اي اسئله هرد عليكم فيها. اقول لكم ايه تاني، انا اهو يعني لازم الصديق يكمل 5 استطلاعات عشان يجي لك النقط. انا عن نفسي ماشي بالسياسه دي. والناس بقى اللي هتستنى استطلاعات، طب ما يا فرحتي اما يجي لك كل يوم استطلاع ب 10 نقط هتجمع انت ايه؟ لو قعدت من هنا للسنه الجايه مش هتجمع 1000 نقطه على بعضها. انت شاير جروب في جروبات كتير. انا عن نفسي عامل جروب لنفسي وبضم فيه الناس والناس بتصدقني لاني بتعامل معاهم حلو. اي حد بيسالني سؤال برد عليه مش بطنشه. مش المهم بس ان هو يسجل ويسيبني ويمشي، لا انا بستناه لحد ما يكمل 5 استطلاعات. يبقى كده يعني حاجه حلوه بالنسبه لي مش وحشه. يعني مثلا اما تبقى معاملتي حلوه مع الناس هتحبني وهيجوا يسجلوا عن طريق. مش مثلا اقول لك لا ده معاملتي وحشه انا اسجل من الموقع احسن ما اديله 200 نقطه. وانا هسيب لكم رابط التسجيل تحت الفيديو. والويسترن يونيو ده انا قلت لكم جمع انت ال 5000 نقطه وانا هنزل فيديو في شرح كل حاجه. وعلى قد ما تقدر حاول ما تغلطش ولو حرف واحد من بيانات البطاقه اللي هتروح تستلم بيها الفلوس، لان لو في نقطه زياده مش هيرضى يديك الفلوس. وده حصلت معايا وفضلت 3 شهور على ما رجعوا يحولوا لي الحواله تاني. واللي يقول لك الموقع كداب، انا الحواله التامنه من الموقع دوت واصله لي تقريبا من 3 ايام. يعني الموقع انا احسن حاجه ان يعني بتستلم في ايدك يا دوبك بس بالبطاقه. الموقع ده محول لك فلوس منين؟ موقع يوجوف. الفلوس جايه منين؟ من الامارات العربيه المتحده. هو ده مش هيسالك اسئله اكتر من كده.
فاي حد عنده اي سؤال يسالني في التعليقات هرد عليه. ويا ريت تعملوا لايك لو عجبك الفيديو، تعمل لايك وسبسكريبشن للقناه. يا ريت تقدرونا، احنا بنتعب قوي لما بنعمل الحاجات ديت، وانا والله العظيم على الجروب اي حد بيسال، واسيب لكم رابط الجروب تحت الفيديو. ومش هقول لك لازم برضو شير الجروب في يعني اي انضم لجروبات ربح كتير، ضيف فيهم نفسك، انشر فيهم، هتلاقي برضو ناس مستجيبه معاك. حاول تشد الناس وحاول تخلي الناس تصدقك، مش ان انت تخش تقول الناس كده كده هتخش معاه وتكتب اي حاجه. اي حد عنده اي اسئله يقولها لي، انا قلت لكم على كل حاجه في جوف. وممكن برضو تغير الاي بي الامارات العربيه المتحده، ده حاجه حلوه جدا، لان اصلا الموقع ده كان معمول للامارات العربيه المتحده، فبالتالي ان الموقع هيبقى حلو في الامارات العربيه واصلا، بس احنا بنستخدمه عادي. هم ما الشركه ما عندهاش اي مانع، بس في الامارات العربيه المتحده بيبعت لهم استطلاعات كتير طبعا، بيبعت لهم بنقط زياده. فانت لو استخدمت الامارات العربيه المتحده هتبقى احسن بكتير من انك تستخدم دوله مصر. والاي بي اضافه سهوله عادي، ممكن اسيبها لكم تحت الفيديو. ونسيت اقول لكم الناس اللي بتستخدم المحمول وعندها صعوبه انها تخش تعمل استطلاع من الموقع، الموقع ليه ابلكيشن على اندرويد على التليفونات يعني. نزل الابلكيشن ده برضه، هسيب لك رابط الابلكيشن تحت الفيديو. واللي عنده اي سؤال اي حاجه يا جماعه يطلب مني وانا هجاوبه في اسرع وقت ممكن. وانا فاتح دايما، وهسيب لكم رابط صفحتي برضه على الفيس، هسيب لكم رابط الجروب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت برضه تسجلوا عن طريقي، وهسيب لكم رابط التسجيل عن طريق تحت الفيديو. يا ريت، لان انا تعبت عم عملت الفيديو وعم جمعت لكم الحاجات اللي انا بقول لكم عليها. وفي ناس بتيجي وما يقول لك وتيره الاستطلاعات تيجي هنا عليها تعديل، هيقول لك هنا مرتين كل شهر، مره اسبوعيا. لا، اختار انت دي اكثر ما يمكن. بتختارها بيجي لك استطلاعات حسب ما انت بتشكر في المنتجات، هيجي لك استطلاعات. غير كده ما تسالنيش. قلت لك لو عندك 100 نقطه 200 نقطه الغي التسجيل وسجل من جديد، عشان ما بقاش انت تقول لي انت نصاب وعايزنا نسجل من عن طريقك. يا عم الموقع قدامك، اللي انت عايز تعمله اعمله، بس انا بقول لك ابتدي بده صح. مش ذنبي ان انت بتبتدي بده غلط. الناس هتقول لي في الاستطلاعات اللي بتجيلك الاستطلاعات قدامك اهو، انا مش كداب، عد فيها براحتك. انما انت بتبتدي بده غلط، عايز استطلاعات. في ناس بقى داخله حتى هنعمل فلوس، وفعلا اللي داخل يشتغل داخل عشان فلوس، بس برضه في ناس عايزه تخش تكسب على طول. مفيش حاجه بتيجي من الهوا يا حبيبي، لازم أن تتعب. اتعب 3 4 ايام ان انت تشير الفيديو بتاعك، يجيب مثلا اعمل فيديو، اعمل قناه على اليوتيوب. يعني ما تحاولش تسرق، لان لو سرقت فيديو الناس هتكون عارفه. اعمل واتعب هتلاقي. اما انت عايز كل حاجه على الجهاز كده، صدقني ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك وما تسمعش الفيديو اصلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده اي اسئله يسيبها في الفيديو في الوصف في التعليقات، وانا اسيب لكم كل الروابط في الوصف. ويا ريت تعملوا لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكريبشن للقناه عشان تشجعني وانزل لكم فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.